عايزين نتكلم في الايكلاود على السوفت وير وخلص كل الشغل. احنا هنتكلم بقى عن الايفون دلوقتي. هنتكلم عن الايكلاود، ازاي تستلم جهاز ايكلاود، ازاي ترفع الجهاز، تتعامل معاه ازاي. قبل اي حاجه هنقسم الشغل لحاجتين: الجهاز كلين ولا لوست. يعني ايه كلين؟ ترجمتها مثلا يعني نظيف، لوست يعني مفقود او مبلغ عنه بالفقدان. يعني الجهاز لو كلين معنى كده انه مش متبلغ عنه، يعني احنا نقدر نفك الايكلاود بتاعه. لو لوست بالبلدي في مصر يعني مسروق، خلاص احنا ما بنشتغلش في حاجه زي كده، هنرفض الجهاز، بالتالي هنسلم الجهاز للعميل. طب انا اعرف ازاي الجهاز كلين ولا لوست؟ تمام؟ دي اول خطوه، ان احنا لو هنرفع جهاز ايكلاود او هنشتغل في الايكلاود نعرف الجهاز كلين ولا لوست. ده برنامج السريو تول. تمام؟ دي بيانات الجهاز كلها. انا هحتاج منك من البيانات ديت في الاول خالص. اول حاجه بحتاجها منك الايمي بتاع الجهاز، اللي هو الايمي ده. تمام؟ باخد الايمي بشيك عليه على السيرفر، بشيك عليه وبقول لك بعدها 5 دقايق مثلا الجهاز ده كلين ان شاء الله هيتفك، او الجهاز ده وصل. بلاقي ناس بتكلمني يقول لي يا باشا معايا جهاز كلين عايز ارفعه، فبقول له عملت عليه تشيك؟ يقول لي عملت عليه تشيك. طبعا التشيك هنا مدفوع. طب انت عملت عليه تشيك ازاي؟ عملت عليه تشيك. طب هوريكم مثلا صوره. خليها الراجل باين في الصوره دي، واضح في الصوره كلين. احنا هنا في الاكاديميه اتكلمنا ان احنا مش هنحفظ، احنا هنفهم. فهو راجل حافظ مش فاهم، هو خد كلمه كلين باشا جهاز كلين واستلم الجهاز من الزبون انه كلين. طب هو ما فكرش يفهم كلين دي معناها ايه؟ كلين دي هنا دلوقتي بيتكلم على حاله الشبكه. الشبكه هنا بلاك ليست. فيقول لك لو كلين يعني الجهاز دوت كلين معلهوش فواتير شبكه. تمام؟ لو البلاك ليست ديت هنا لوست او كاتب قصادها بلاك ليست، يبقى الجهاز دوت عليه مستحقات هنا ملوش علاقه خالص بشغل الايكلاود. فمعنى كده ان التشيك دوت ما بيقوليش ان الايكلاود بتاع الجهاز ده كلين او لوست، لا. تمام؟ يبقى اول حاجه نعرفها ان التشيك مدفوع. هتبعت لي التشيك هبلغك بعديها ب5 دقايق اذا كان الجهاز كلين ولا لوست. كده دي اول خطوه. لو هنقول ان الجهاز كلين بقى هنبتدي نشتغل، لان لو لوست خلاص هنرفضه. في خدمتين لفك الايكلاود: خدمه سريعه، خدمه بطيئه. الفرق بينهم ايه؟ اول حاجه الوقت. الخدمه السريعه ممكن الجهاز يتفك في 24 ساعه، 48 ساعه، 72 ساعه. هنقول الحد الاقصى بتاع الخدمه السريعه اسبوع. الخدمه البطيئه ممكن يتفك في يومين، في 3، في اسبوع، في 15 يوم، في شهر. يعني الحد الاقصى في الخدمه السريعه اسبوع، الحد الاقصى في الخدمه البطيئه شهر. طيب دي الحاجه الثانيه نسبه نجاح الخدمه السريعه 100%. يعني مفيش جهاز يترفع على الخدمه السريعه ويترفض. اكتر حاجه ممكن تحصل في الخدمه السريعه ان يكون في ضغط على السيرفر، فبدل الخدمه ما الجهاز يقعد عليها يوم او 2 يقعد عليها الاسبوع او 5 ايام او 6 ايام. ده اكتر دروب ممكن يقابلك. الخدمه البطيئه ممكن الجهاز يقعد شهر. الخدمه البطيئه مش 100%، يعني ممكن بعد شهر او بعد اسبوعين اقول لك جهازك اترفض. هتقول لي ليه يا باشا؟ اقول لك هي مش 100%، يعني مفيش سبب حقيقي للرفض. في اسباب ثانيه اللي بتخلي نسبه الخدمه البطيئه يعني نسبه نجاحها اكبر. منها ايه؟ ان يكون الجهاز فريش. يعني ايه فريش؟ يعني الجهاز اتقفل من الزبون جابهولك، ما راحش بيه واحد رفعه واترفض، راح موديه لواحد تاني واترفض. لا، انت اول واحد تشتغل فيه، بالتالي انا اول واحد هشتغل فيه، فهرفعه على السيرفر فريش، فنسبه نجاحه هنا بتعدي 90%. لكن لو جهاز اترفع على الخدمه البطيئه واترفض مره واثنين وثلاثه، خلاص ده تمساح الخدمه البطيئه مش هيتفك. يبقى اول حاجه الخدمه السريعه 100%، الخدمه البطيئه مش 100%. وقت الخدمه هنا حد اقصى اسبوع، هنا حد اقصى شهر. حاجه ثانيه كمان، الخدمه السريعه
مش محتاج منها تشيكات، هو كلين ولوست بس. يعني جهاز كلين خلاص خدت منك الجهاز وبستلم. الخدمه البطيئه بعمل تشيك تاني، محتاج تشيك تاني بعد ما بعرف ان الجهاز كلين بعمل له تشيك تاني عشان اعرف هو سولد باي ايه. لان الخدمه البطيئه بحتاج كل بيانات الجهاز. البيانات اللي انا بحتاجها منك اول حاجه في الخدمه البطيئه، انا بحتاج منك صوره الجهاز، صوره البيانات على السرير دول. تمام؟ دي البيانات اللي بتطلب مني وانا برفع اي جهاز على الخدمه البطيئه. هنا البارت نمبر بتاع الجهاز بيحدد لي الجهاز ده هو سولد باي ايه. بمجرد ان انا كمان ما بشوف الصوره بقدر احدد لك سعر الخدمه البطيئه، لان الخدمه البطيئه سعرها بيتحدد على الجهاز سولد باي ايه، مش موديل الجهاز. تمام؟ يعني انا لما هرفع جهاز ايفون 6 او 7 او 8 او اكس كلهم شرق اوسط، انا بحاسبك ان الجهاز ده شرق اوسط، ماليش دعوه سعر الجهاز كام. تمام؟ من الثري تول انا بقدر احدد ان الجهاز ده شرق اوسط. طب بحددها ازاي؟ ده البارت نمبر وجنبيه AEA. تمام؟ كل الشرق الاوسط بيبدا بحرف الاي. كده انا حددت ان الجهاز دوت من قبل ما اعمل حتى تشيك، بقول لك الجهاز ده تكلفته قد كذا. طيب لو معانا جهاز مثلا من الشرق اوسط، دي بيانات الجهاز برضه ايفون 7 32. هنا البارت نمبر BA. كده الجهاز ده اوروبي، فبديك السعر بتاع الخدمه الاوروبي. تمام؟ لما يكون جهاز امريكي تبقى LL بدل البي دي LL وبعد كده A. ده انا كده الثري تول قدرت احدد من خلاله الجهاز سولد باي ايه. حتى بعد ما بعرف الجهاز سولد باي ايه، بعمل تشيك تاني بعد كده مدفوع عشان اجيب بيانات السولد بالتفصيل. تمام؟ يبقى الخدمه السريعه ما بتحتاجش غير تشيك واحد اللي هو كلين ولوست. الخدمه البطيئه بعمل كلين ولوست وبعد كده بعمل تشيك سولد باي ايه. في حاجه كمان عايز اقولها. في النهارده نزلت ثوره جديده للخدمه السريعه. دي مش مستمره، يعني دي هتتفتح مفتوحه لمده معينه وهتيجي في اي وقت هتتقفل. يمكن انت ادم الجهاز بتاعك مرفوع عليها. الخدمه السريعه ديت يمكن نازله نص السعر، فتعتبر فرصه كبيره لكل الناس اللي معاها اي كلاود، لان يعتبر اكن فك الجهاز بسعر الخدمه البطيئه او اغلى جزء بسيط. تمام؟ الخدمه دي نازله برضه نفس الوقت من 24 ل 72 ساعه، ونسبه نجاحها 100%، ويمكن ده احسن سعر نزل ليها وصعب انه يتكرر تاني. فاحنا بننصح اي حد معاه جهاز اي كلاود في الوقت ده انه يرفع على الخدمه دي. وان شاء الله احنا على مايكروسوفت كمان هننزل عرض كمان يومين، هننزل سعر وعرض للخدمه ديت مش موجود عند اي حد في مصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا دلوقتي ايدي ورجلي الثري تول. لما تيجي تبعت لحد شغل اونلاين لازم هو يبقى ايه، انت فاهم ان انت هتريحه وهتستريح. ما تجيش تبعت، يعني انا بيجي لي حد باعت لي صوره الظهر، باش عايز ارفع الجهاز ده، المفروض بقى ان انا اخد الرقم من الظهر واطلعه واعمل تشيك. لا، احنا اتكلمنا في محاضره السوفت ان ممكن يكون الجهاز ده متغير له اصلا شاسيه، او الجهاز ده متغير له بورده، فاصبح ان الايميل اللي على الظهر مش هو الايميل اللي على البورده اللي عليه اي كلاود. فممكن هنا في نسبه خطا ولا 1% ان انا افك الجهاز مش بتاعي. يبقى انا لما اجي اتعامل مع حد في شغل الاونلاين هبعت له صوره من بيانات الجهاز على الثري تول، او هبعت له صوره الايميل من على الشاشه ذات نفسها. تمام؟